كنت مرة في مجلس في بيت الشيخ ربيع رحمه الله قديما في زمن الشيخ مقبل رحمه الله، وإذا ببعض الدعاة إلى الله قال: يا شيخ ربيع، أنا هدايتي كانت على يد زوجتي. قال: كنت أخوانيا شديدا في هذا الباب، وتزوجت امرأة سلفية. قال: عشت معها، بعد أيام تأتيني بكتاب من كتبكم في الرد على سيد قطب وتضعه فوق جنب السرير، ولا كلمتني هذا الكتاب لك ولا ما هو لك أبدا، ولا أنت أخواني ولا ساكتة. قالوا: أنا أخذ الكتاب وأقرأ فيه، وهي تعمل نفسها كأنها ما رأتني، إلى أن شعرت أني انتهيت من الكتاب، ذهبت بكتاب آخر وضعته نفس الموضع. قالوا: إذا بي بعد أيام وفقني الله عز وجل للسنة، وصار يؤلف ويصنف ويحاضر ويخطب في السنة. فالشاهد أن بعض النساء قد تكون هي داعية إلى الله، إن لم يتيسر لها أن تسحب زوجها لطلب العلم، ربما أبناؤها الذين يكونون منه يرسلون لطلب العلم، والناس يتفاوتون في هذا.